مؤخرا في المونديال ديال 2026 في الماتش ديال البرازيل كونتر المغرب. شفنا في حدود دقيقة بين الدقيقة 60 والدقيقة 70 بأن المغرب ولا لاعب 11 لاعب مغربي ولا مزوج في المغرب. واش يخلق ضجة كبيرة في الإعلام العالمي وخصوصا في الإعلام العربي، بحكم أننا ولينا منتخب واعر وكنضربوا كاع الفراقي. اتجهوا لنا الأعين بأن هذا المنتخب هذا ما كيمثلش المغرب. واش بصح هذا المنتخب اللي كنلعبوا به حاليا فيه عده نجوم بحال الصيباري بحال بونو بحال اكرد، واكرد نحيدوه حيت مزيود في المغرب، بحال ديوب مثلا، بحال واش بصح ما كيمثلش المغرب؟ هادشي اللي غنجاوبوا عليه في هذه الحلقه هذه. معكم احمد وكملوا معايا. اول حاجه خصنا نفرقوا بين جوج ديال المفاهيم اللي هو الدوله والشعب. انا غنقرب هادشي شويه للكره. الدوله كتكمن في البطوله الوطنيه ديالنا، يعني الفرق ديالها، الملاعب، كاس العرش، يعني داكشي اللي كيتنظم بداخل المغرب واللي كتمسؤول عليه الدوله المغربيه. الشعب المغربي كيكمن في المنتخب المغربي بنفسه. الشعب المغربي راه ما كاينش غير في المغرب، الحدود ديالو راه ما كاينينش غير في المغرب، راه يكفيك انك تمشي غير لاوروب او لامريكان او دول الخليج وغتشوف باللي المغرب ماشي انك تكون مغربي يعني ما كيحددهاش زعما الحدود ديال البلاد. ماشي غير في طنجة كتسمى انك انت ماشي مغربي. ودوك الناس اللي في فرنسا ولا في سويسرا ولا في اي بلاد كيف ما بغات تكون، حتى هما عز عليهم كسكسو بالتفاهه وعز عليهم المضغوصه وكيسوقوا المغرب بطريقه ديالهم هما، كتسوا خايبه ولا كتسوا مزيانه. واش هادوك ماشي مغاربه؟ بطبيعه الحال مغاربه. وهاد الوليدات هادو اللي كيلعبوا دابا ولاد شكون؟ ولاد هاد الناس، ولاد الجاليه. فغنجاوبكم دغيا، واش هاد المنتخب هذا كيمثل المغرب؟ بطبيعه الحال كيمثل المغرب. واش كيمثل المغرب جميع الفئات ديالو؟ لا، كيمثل المغرب وكيمثل العائلات اللي مشاو خارج المغرب وداروا دي كارير كبروا وليداتهم، وهاد الوليدات هادو كبروا انهم كيحماقوا على المغرب وجايو يمثلوا البلاد ديالهم اللي كيحسوا براسهم كينتميو ليه. وبحال كنشوفوا بحال مثلا بوعدي في المونديال 2018 كان صغير ولابس توني ديال المغرب وغادي كيشجع المغرب، عاش ما شجعش فرنسا. كنشوفوا حكيمي راه من الصغر ديالو انه اختار المغرب. كنشوفوا زياش، كنشوفوا واكثر من هذا بانهم كيهضروا باللغه اللي صعيبه على العرب اللي هي الدارجه. راه السيباري راه كيجي كيدوي لك مع الاعلام ولا الزلزولي راه كيدوي الخنوس. الخنوس راه كيجي يقول لك الروينه والبلباله. كاين شي هادشي عند سبليونه يقول لك الروينه والبلباله ما غتلقاش. وي لوف يو بلال. بلال الروينه والبلباله الروينه. النقطه الثانيه هو انه وراه ماشي فرنسا وماشي اسبانيا اللي كبرت هاد الدراري. هاد الدراري كبروهم والديهم، هاد الدراري صرفوا عليهم والديهم. هاد الدراري والديهم اللي كيقولوا تما وان ليطا فرونسي درت هاد اللعابه ولا اسبانيا ولا هولندا اللي درت هاد اللعابه، فان هاد الوالدين هادو راه كانوا كيخلصوا الضرائب ديالهم في ديك البلاد وكانوا كيخدموا، والله اعلم واش كانوا كيزيدوا السوايع باش يربيو دوك الدراري، وخصهم يميكسيو بين خدمتهم وميكسيو باش ان داك الدري يمشي يلعب الكره. راه ماشي غير الدري ماشي باش يولي لاعب بروفيسيونيل، ماشي كتجيبو من الدرب كتقول له اجي تلعب معنا في بي اس في ايندهوفن. راه كيكون داخل في اكاديميه وبوه ملي كيسالي للخدمه راه كيمشي يديه وشوف علم الله تما. راه ماشي راه الثلج والبرد والشتاوات والحماق هكاك كيكافح مع ولادو كيمشي كيديهم زعما كيتبع ولدو في الاختيارات ديالو انه بغى يلعب الكره. غتجي غتقول لي بلي فرنسا اللي كبرات، غنقول لك يمكن فرنسا وجدت التيرانات، وجدت الملاعب، وجدت المدربين، وجدت الاطر باش ان هذا الوالد المغربي يخلص هذا الشيء هذا. ما عطاهم ليه حتى واحد، خلص فلوسه ودخل ولده لتما وبالكفاح ديال الوالدين باش ان دوك الدراري بطبيعه الحال ماشي غير بالكفاح ديال الوالدين بوحدو، ولي حتى اللعاب راه كيكون رجلو زايده نغزا، يعني فهمتيني، كيكون الدري كواير رقايقي كيف كنقولوا حنا المغاربه. فهادوك الناس اللي كيقولوا هادوك راه مزيودين اللي راه ماشي مغاربه، كتلقى نفسهم اللي كيقول لك المنتخب الفرنسي والمنتخب ديال الافارقه، الوغ هما كاملين مزيودين فرنسا غير حيت لونهم كحل كيديروا ريفيرونس لافريقيا. يعني كاين هذه الازدواجيه في الاراء. فالمنتخب ديال واحد البلاد اللي كيحس براسو كينتمي لواحد البلاد كيمشي كيلعب للمنتخب ديالو،
نقطه رجع الى السطر. دابا حكيمي غيحير من غدا حكيمي يلعب في اسبانيا. بطبيعه الحال حيدنا القوانين ديال الفيفا، انا زعما كنحاول نبسط، يعني كنحاول نقول لكم انها كاينه بلاصتو. واش كارفاخال احسن من الحكيمي؟ حكيمي راه افضل ظهير ايمن. ونمشيو بعيد، مشيو حنا غير لهولندا، ما كتلقاوش ان السيبرا كاينه بلاصتو في المنتخب الهولندي. ونرجعوا للور، زياش منين اختار المغرب ما كانش بلاصتو في هولندا، كانت بلاصتو باينه وكان غادي يقلع، لكن هو اختار انه يلعب في المغرب. واخا عارف باللي ان المغرب زعما كاين حظوظ في الوقيته اللي اختار، بطبيعه الحال في الوقيته اللي اختار المغرب في 2015 واقيلا 2000 ما بقيتش عاقل. المهم في هذه الوقيته هذه ملي كان اختار المغرب كانت الحظوظ ان هولندا انها توصل في ادوار متقدمه لكاس العالم اكثر من المغرب. هادشي كيبين حاجه واحده، يعني ملي غادي تقول باللي البطوله الوطنيه هي انا، وبلي اللعابه هاد النيفو ما لعابه ما والو، والمدربين ما والو، فان هذا المنتخب المغربي كيبين انهم مغاربه ملي كتوفر لهم البيئه الملائمه باش انهم يعطيو، فانهم كيعطيو كيفوتوا ليه. راه ملي كنقولوا باللي حكا المغرب ما فيهش اليد العامله كاليفي، يعني اليد العامله المؤهله، راه المشكل في المغرب اللي ما فورماش دوك اليد العامله المؤهله وما وفرش ليه فرص الشغل لهاد اليد العامله المؤهله. المشكل ماشي في المغربي، حيت المغربي كون لقى بعدا التربيه المزيانه ولقى التعليم المزيان فكنظن اننا كنا غنوصلوا بعيد. ولكن المشكل في هاد الجوج ديال المنظومات، التعليم صراحه حتى التربيه هي الاولى، في التربيه والتعليم. هادوك اللعابه ديال برا اللي مشاو وصلوا راه ماشي بسبب الدوله بوحدها، راه بسبب الدوله ووالديهم اللي وقفوا معاهم. فكاين اللي مسكين هنا في المغرب ما لاقيش هاد الجوج العوامل، وكاين اللي مسكين والدين واقفين معاه ولكن الدوله ما الله يجيب، وكاين اللي لقى الزهر انه الدوله توقف معاه في شي حوايج ولكن هو مسالي. رجعوا للموضوع ديالنا بخلاصه، هاد 11 لعاب ماشي 11 لعاب، لائحه المنتخب المغربي ايه كتمثل المغرب، بغيتو ولا كرهتو، وان شاء الله نوصلوا لادوار متقدمه في هذا المونديال. كان معكم احمد، ما تنساوش تابوناو لاشين، ديروا لايك. خوكم يلاه بادي، يلا مع السلامه.